بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، مشاهدين قناه حوار بلدنا، اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج الحديث المصري. الحديث المصري كان ليه حلقه خاصه بسبب طبعا الاحداث بتاعه فلسطين واسرائيل. طبعا احنا لو اتكلمنا عن الموضوع دوت هنبص هنلاقي دلوقتي الموضوع تطور كبير جدا. شفنا ان العالم الغربي بلا استثناء داعم للاحتلال، داعم للدولة الإسرائيلية. طبعا لو جينا نتكلم عن بعض البيانات اللي صدرت عن المسؤولين في إسرائيل، هنلاقي مثلا وزير الدفاع الإسرائيلي قال جملة بالحقيقة جملة المفروض يدينها كل العالم الغربي والعالم العربي، لأن طبعا الجملة دي جملة صعبة جدا. إن هو يقول إحنا بنتعامل مع حيوانات بشرية. أو مين اللي حيوانات بشرية؟ أصحاب الأرض حيوانات بشرية؟ أصحاب القضية حيوانات بشرية؟ وقد كان ان هو فعلا اتعامل معاهم على انهم حيوانات بشريه، وتم الحصار على اهل غزه اللي هم ما يقرب من 2 مليون مواطن في غزه. قطع عنهم النور، قطع عنهم الميه، قطع عنهم النت، قطع عنهم حتى المواد الغذائيه او المساعدات الغذائيه اللي بتجيلهم عن طريق الدول المساعده، قطعها عنهم. باي حق؟ بأي حق يحصل الكلام ده؟ بأي حق يحصل وانت اساسا المحتل؟ بأي حق؟ بالإضافة إلى طبعا ان احنا شفنا في بعض الفيديوهات لغزة أصبحت خراب، دمار في كل مكان. غزة كل يوم مئات الشهداء، غزة كل يوم آلاف الجرحى، غزة كل يوم نساء واطفال ومدنيين عزل من السلاح، كل املهم ان هم يعيشوا، كل املهم ان هم يعيشوا. حتى ان احنا لاحظنا ان بعض المواطنين في غزه بيلوموا المقاومه الفلسطينيه على انها عملت الكلام ده، مع العلم ان ده حقهم ان هم يعملوا كده، مع العلم اللي حصل من المقاومه الفلسطينيه كان رد فعل للي حصل قبل كده عبر الايام والاسابيع والسنين اللي فاتت من الاحتلال الاسرائيلي. كان رد فعل اللي حصل اكتر من مره للمسجد الاقصى، وهم يعلمون تماما مكانه المسجد الاقصى عند العالم العربي خاصه والعالم الاسلامي، هم يعلمون جيدا. وحصل قبل كده كام من الشهداء، ياما من الشهداء، ياما من القتلى، ياما من الجرحى، ياما من المعتقلين، احنا بنستكتر عليهم رد الفعل. ويجي رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول اخرجوا، بيخاطب أهل غزة، اخرجوا من غزة. هيروحوا فين؟ ده أرضهم، ده أرضهم اللي اتولدوا فيها هم وأجدادهم وأجداد أجدادهم. أنت المحتل، أنت المغتصب. فطبعا كان بعض البيانات، أنا بحزن طبعا على من يتشدقون بالإنسانية والديمقراطية، اللي هو بايدن. أمريكا النهاردة تبعت حاملة طائرات أولى وحاملة طائرات تانية دعما لإسرائيل. ألمانيا تبعت طائرات مسيرة لإسرائيل. أكم من البيانات الداعمة لإسرائيل. أنا من هنا بقول فين الدول العربية؟ فين جامعة الدول العربية؟ فين الشجب والإدانة؟ فين المساعدات؟ فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ وبعدين النهارده نسمع ان في مقولة بتقول أهل غزة يبدأوا النزوح الجماعي من غزة لسيناء. أفهم من كده ان النهارده لو احنا فتحنا أهل غزة يجوا سيناء، يبقى كده في تصفية كاملة للقضيه الفلسطينيه. ما خلاص بقى، انت عايز ايه؟ انت عايز ايه لما اهل في غزه يجوا سيناء وانت تسيب لهم الارض؟ خلاص بقى يبنوا مستوطنات جديده. خلاص الموضوع انتهى، خلاص كده يبقى القضيه الفلسطينيه ماتت، اللي احنا بنحارب عشانها بقالنا سنين. لكن انا ابرأ باهل غزه ان هم يعملوا كده،
اعتقد ان اهل غزه الشرف عندهم انهم يموتوا جوه غزه غير ان هم ينزحوا لاي مكان اخر، حتى ولو كان لبلد الامن والامان. طبعا ده طبعا اعتقد ان هو مرفوض تماما. سيناء خط احمر كما اصدرت القياده المصريه، خط احمر مش عشان ان احنا هنتخلى عن اهلنا في غزه، لا، عشان خاطر القضيه الفلسطينيه ما يتمش تصفيتها، ما يتمش نهايتها. خلاص، ما انت اهل غزه راحوا سيناء، خلاص الموضوع انتهى، انت سبت لهم غير ان اساسا احنا شايفين الدعم الكامل، الدعم الغربي لاسرائيل. فنحن طبعا ان احنا بنقول لا، الكلام ده غلط. اهل غزه اشرف لهم ان هم يموتوا على ارضهم دفاعا عنها، لابد من هذا الكلام. اما بنتوجه بكل التوسل للدول العربيه والدول الناطقه باسم الانسانيه، لازم يكون في تدخل لفض هذا الخلاف او التنبيه على الطرفين، عشان في مدنيين عزل من السلاح ليس لهم ناقه ولا جمل في هذه الحرب. النهارده احنا عايزين نحمي الناس اللي هي بالالاف كل يوم بتموت والالاف كل يوم تجرح. ده بالاضافه لحاجه مهمه جدا، كل العالم يعلم انه يوجد اسلحه محرمه دوليا، ومع ذلك يتم استخدام الفسفور الابيض من تجاه المحتل الاسرائيلي تجاه المدنيين العزل، والسلاح ده محرم دوليا ومع ذلك هم يستخدموه. بيان سمعناه من رئيس الولايات المتحده بيقول ان انا حزنت عندما شاهدت صور لاطفال اسرائيليين تقطع رؤوسهم. ما حصلش الكلام ده، ودليل على ذلك ان واشنطن نفسها نفت هذا الكلام وقالت ان الكلام ده كان مرسل. مين؟ اطفال غزه هم الذين يبادون الان. اطفال غزه هم اللي بيوتهم اتهدد دلوقتي على رؤوسهم ورؤوس امهاتهم. كام من الجرحى وكام من الشهداء. فنناشد جامعه الدول العربيه والدول الاسلاميه بالتدخل لفض هذا النزاع او وقف اطلاق النار حفاظا على الدماء البريئه التي تسال هنا وهناك. طبعا عشان قبل ما نهايتنا تنتهي، كان في حاجه مهمه جدا كنا عايزين ننوه ليها، وهي الانتخابات الرئاسيه المصريه. واحنا هنا لينا راي. سبحان الله، حادث العالم كله يتحدث عنه الآن، ولكن بالنسبة لنا احنا أكد لينا إن لابد في هذه الآونة وكل الآونة أن من يحكم مصر يكون رجلا عسكري. ليه؟ احنا في ثانية احنا نمنا وقمنا لقينا الحرب قامت. وعلى فكرة الحرب ديت الله أعلم هتطول هتقصر، لان انا شايف ان في اطراف بتخش في الموضوع، فمعنى ان هي كده ممكن الحرب تطول. فين الامن القومي المصري ومن يحمي الامن القومي المصري الا الجيش المصري، وعلى راسه حاكم عسكري، قائد عسكري يحكم جمهوريه مصر العربيه. ومن هنا نحن ندعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائدا لجمهوريه مصر العربيه، ومن خلفه الجيش المصري الدرع الواقي للامن القومي المصري. برددها ما بين قوسين، الامن القومي المصري، الحدود المصريه. لابد وان يكون الحاكم حاكم عسكري، وجيش مصر الدرع الواقي في هذه الايام. من يكون له الحق في حكم مصر الان رجل عسكري، واحنا شايفين ان اصلح شخص يحكم هذه البلاد في هذه الاونه وما بعدها هو السيد عبد الفتاح السيسي. احنا في نهايه حديثنا تاني بنتوجه بالمناشده لجامعه الدول العربيه، الدول الاسلاميه،
الدول الناطقة باسم الإنسانية أن يتدخلوا لفض هذه الحرب أو هدنة عشان خاطر الدم الذي يسيل على الأرض الفلسطينية. تحياتي لحضراتكم وإلى لقاء آخر في الحديث المصري إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.